السلام عليكم ورحمه الله. كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين على خير وتكون صحتكم مزيانه ان شاء الله. اليوم غنقترح عليكم كيك بالشوكولا، كيجي لذيذ بزاف وسهل في التحضير ديالو. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا طريقه التحضير والمكونات اللي غادي نحتاجو. بالنسبه للمكونات عندي هنا 3 ديال البيضات اللي غادي نخلطهم مع نص كاس ديال السكر سنيده. هنا غندير انا غير نصف على حسب الحلاوه من بعد باش ما يجيش حلو بزاف هذا الكيك. كاس قل ربع ديال الزيت، وغادي نخلطهم مزيان كما العاده كنخلطهم مزيان. غادي ندير ساشي ديال الفاني، ساشي ديال الكاكاو. دائما كنديروا الفاني مع الكاكاو باش كيخرج لينا داك المذاق ديال الشوكولات، كيجي المذاق ديالو زوين. ربع كاس اولا نصف كاس ديال الحليب تقريبا، كل كاس ما عامرش بزاف، وكنخلط مزيان. ممكن تعوضوا بالياغورت. انا بالنسبه ليا كندير الحليب لان الكاكاو كينشف، من الاحسن الحليب السائل. وهنا غنبدا نضيف الدقيق، تقريبا عندي هنا واحد 8 ديال المعلقات كبار عامرين. صافي كنبدا نضيف غير بشويه بشويه، نحاولوا ما نخليوش الخليط ديالنا خفيف وما يكونش عاوتاني ثقيل بزاف، يعني كنحاولوا نخلطوا. وكنضيف كذلك في اخر المرحله ساشي ديال الخميره ديال الحلويات من فئه 8 غرام. صافي هذا هو القوام اللي كنتحصلوا عليه، يعني الخليط ديالنا ملي كنشوفوا ملي كنكتبوا هكا 8 ولا كنديروا شي حاجه، يعني كينزل بشويه، كيكون هذا هو القوام اللي يخلي الكيك ديالكم يجي خفيف وما ينزلش لكم، كيجي مزيان. بالنسبه لي انا درت هذا المول هذا، ممكن ديروا اي مول كيعجبكم ديال الزاج اولا على حسب شنو متوفر عندكم. كيكونش كبير بزاف، تقريبا فيه واحد 25 سنتيم. كتجي واحد الطبقه ديال الكيك اللي هي رقيقه، ما كتجيش غليظ بزاف. صافي كنحاول انني نوزعو مزيان، وغادي ندخلو الفرن تقريبا 15 دقيقه كيكون واجد. ما كنشعلوش الفران ديالنا حتى كندخلو لاطا، عاد كنشعلو الفرن ديالنا على 140. بالنسبه للكريمه هنايا غنحتاج كاس كبير ديال الحليب، ساشي ديال الكريمه ديال الشونتيي ديال الشوكولا. غادي ندير كاس ديال الياغورت يكون كريمي. صافي وكنطلع الكريمه نتاعي حتى كنطلعوها مزيان مع داك الكاس ديال الحليب والياغورت. كما شفتوا انا ما ضفتش السكر لان ما بغيتش انا الكريمه ديالي تجي حلوه، لان اصلا هاد الكريمه ديال الشونتيي كتكون فيها واحد النسبه ديال السكر، وكتبقى على حسب الذوق. الا كتعجبكم الحلاوه ديروا واحد 2 معلقات ولا 3. بالنسبه ليا انا مفضلت ما نديرش السكر، يلا كتجي هي هذيك، لان كنديروا الشكلاط في الطبقه الثالثه ما كتجيش، كتجي حلوه بزاف، كتجي قاصحه. صافي هنا غنطلع الكريمه ديالي مزيان. صافي من بعد ما كطلع، هذا هو القوام اللي كنتحصلوا عليه، والكريمه ديالنا كيتضاعف الحجم ديالها 3 ديال المرات. صافي وهذا غادي نوجد معكم الطبقه الثالثه ديال الشوكولات اللي غادي ندير تقريبا معلقه كبيره ديال السكر سنيده. داكشي باش قلت لكم انا الكريمه ما درتش فيها الحلاوه، على حسب هاد الطبقه هذه كتكون فيها الحلاوه. معلقه كبيره ديال الزيت،
نص كاس ديال الحليب وقطع ديال الشوكولات. كنردو فوق من البوطه حتى كيبدا يغلي ليا داك الزيت مع السكر والحليب اللي درت. عاد كنرمي الشوكولات وكنبداو نحركو بسرعه حتى كيبان لينا واحد الفقاعات في الجناب ديال الكاسرونه. يعني كنردو على نار اللي هي متوسطه، ما تكونش مهيله وما تكونش عاوتاني مجهده باش ما يتحرقش لينا ويعطينا واحد الريحه اللي هي خايبه. حنا بغينا واحد الكاناش ديال الشوكولات بهذه الطريقه كيجي بنين بزاف. صافي ملي كتشوفوا دوك الفقاعات في الجناب كنحبسوا كنحيدوا الكاسرون فوق البوطه وكنبقاو نحركوا بواحد سباتيل نحركوا مزيان حتى كيبان لينا الكاناش ديالنا عطى فيه واحد اللمعه. صافي وكنحبسوا. بغيتو تصفيوه صفيوه، بغيتو تخليوه غير هكا، بغيتو تعاودوا طحنوه بداك بالطحان اليدوي ممكن. صافي ولا عطيوها غير الوقت كتبقاو تحركوها حتى كتدفى. صافي الكيك ديالنا من بعد ما كيوجد كنسقيه بالحليب مزيان 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 باش كيجي رطيب. ومن الاحسن كما كنخرجوه كنديروا ليه غير الحليب بارد. الا كان الكيك ديالكم برد كتسقيوه بطبيعه الحال بالحليب دافي باش كيتشرب، يعني ما يمكنش نديروه البارد في البارد نهائيا. صافي من بعد ما تشرب ليا مزيان الكيك نتاعي كنفرغ عليه داك الكريمه من بعد ما كتكون بردات واحد شويه. وحتى الكيك خاصو يبرد. ملي كنسقيو الكيك ديالنا داكشي باش كنقول لكم كيما نخرجوا الكيك كنسقيوه مباشره وكنخليوه يبرد وصافي. وكندير الكريمه من الوجه كنسرحها بهذه الطريقه. الكريمه اللي سبق ليا طلعتها بكاس ديال الحليب ودرت معها واحد الكاس ديال الياغورت كريمي يجي المذاق ديالها زوين وحتى القوام ديالها كيجي زوين. صافي كنحاولوا نسرحوها عادي جدا بهذه الطريقه. كنساويو لها الوجه ديالها وغادي ناخذ حتى ديك الكريمه من بعد ما كتكون دفات ليا حتى هي بطبيعه الحال مكناش ديروها سخونه نهائيا. وكما كتشوفوا كتزيد كتشد راسها وكتولي ثقيله. راها دافيه وخا يبان لكم يعني شويه ديال البخار، راه ماشي سخونه نهائيا غير حيت الكريمه بارده. صافي كنحاول نوزع هذيك الكاناش قبل ما يجمد ليا فوق من الكيك. يعني نحاول نسرحو مزيان. وكما شفتوا الطبقه الثالثه راها ساهله كتعطي واحد اللذه زوينه. صافي وهنا كنقطعها باش غادي نقدمها بطبيعه الحال من بعد ما كتبرد مزيان كتشد راسها. كنحاول انني نقسمها وكنقدموها بالصحه والراحه. كتجي بنينه بزاف سهله في التحضير ديالها كما شفتوا. وديال هاد الوقيته اولا الا بغيتو تقدموها للضيوف ديالكم كتعطي كميه اللي هي كبيره ما شاء الله. ممكن تقسموها حتى لقطع صغيره اولا تصيفطوها مع وليداتكم الحفله ديال المدرسه ديال اخر السنه، علاش لا. وبصحه والراحه كنتمنى تجربوها. وما تنساونيش اخواتي من اللايكات ديالكم وتخليو لي شي تعليق محفز وتشجعوني. والله يخطيكم عليا. مع السلامه الى الفيديو القادم ان شاء الله.